بعد رجوع القوات العراقية من الكويت إلى العراق، كانت الحلقة الفاصلة التي جعلت نهاية الجنرال بارق حنطة غير متوقعة. تم إعدام الجنرال بارق حنطة رميا بالرصاص، على الرغم من الإنجازات التي قام بها والعطاء المضني الذي قدمه من أجل العراق والدفاع عنه، وعلى الرغم من حصوله على العديد من الأوسمة وأنواط الشجاعة. لكن حدث ما لم يكن بالحسبان بشكل مفاجئ، وبدأت رواية أسباب إعدامه تظهر. فهناك رواية تقول أن القادة العراقيين الذين تم إعدامهم كانوا طوال طريق الانسحاب من الكويت يتذمرون من الانسحاب في التوقيت الخاطئ، ويحملون الرئيس صدام حسين مسؤولية خوض هذه الحرب غير المتكافئة، وأنه ارتكب خطأ فادحا باحتلال الكويت. وكانوا يتحدثون أمام ضباط آخرين وهم محملين بمشاعر الخيبة والانكسار والغضب. وعلم الرئيس صدام حسين بما دار بينهم من كلام، وقام باتهامهم بالانسحاب من الكويت قبل صدور الأوامر إليهم، تاركين جنودهم عرضة للهلاك. ووجهت لهم تهمة الخيانة، وقام بإعدامهم بعد عودتهم إلى القصر الجمهوري.